لعبة نشان قصة اغتيال رينيه شيرام عالمة الذرة المصرية وما وراءها من أسرار مخفية. خلفية: رينيه شيرام واحدة من أوائل العالمات المصريات في مجال الذرة، درست في فرنسا، وكان لها مستقبل واعد، وكانت على وشك الانضمام لبرنامج مصري سري للبحث في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية خلال فترة الخمسينات. لكنها ماتت في ظروف غامضة سنة 1958 في حادث سيارة غريب في مدينة نيس الفرنسية. رمز تصادم التفاصيل الغامضة: قبل وفاتها بأيام، كانت رينيه قد حضرت اجتماعا مع فريق من العلماء المصريين والفرنسيين لمناقشة تعاون علمي كان حيكون بداية لصناعة نووية مصرية مستقلة. يوم الحادث، قالت لأصدقائها إنها حست إنها مراقبة، وكانت متوترة للغاية. قيل إن سيارتها خرجت فجأة عن الطريق وسقطت من فوق تل مرتفع. لكن تقرير الشرطة الفرنسية كان سطحي جدا. بعد سنوات، وثائق مخابراتية من مصادر غربية وإسرائيلية تم رفع السرية عنها لاحقا، أشارت إلى تورط الموساد في الحادث. محقق لماذا؟ في الوقت ده كان فيه تخوف كبير من تطور علمي نووي في مصر، خاصة في عهد عبد الناصر.